تعالوا بقى نتغدى النهارده. زي ما انتوا شايفين رز اصفر، والرز الاصفر بتاعنا النهارده معمول بقى بتكايه كده حلوه علشان نطعمه. ومعانا السلطه الخضراء، ومعانا بقى النهارده كفته الحاتي. وهنعمل كفته الحاتي النهارده، هوريكم بقى كفته الحاتي باسرارها، باسرار المحلات. زي ما انتوا شايفين الرز بتاعنا طالع مفلفل عامل ازاي. وتعالوا بقى شوفوا الكفته كمان طالعه عامله ازاي. شايفين؟ بصوا طريه ازاي وعامله ازاي. وكمان السلطه بتاعتنا كده. تعالوا نرص طبقنا وتعالوا نشتغل بقى ايه على طول. زي ما انتوا شايفين كده في الكبه 3 بصلات متوسطين بالشكل ده، ورغيفين من الفينو. وده سر من اسرار كفته الحاتي. زي ما انتوا شايفين كده ماشيين مع بعض خطوه خطوه كده. الفينو اللي معايا صابح يعني طري. حط بقى زي ما انتوا شايفين توم باودر وبصل باودر وفابريكا كده. وعايزه اقول لك كمان 7 بهارات بالشكل ده، وشويه ملح وفلفل اسود. ودي كل البهارات اللي انا حطيتها بالشكل ده كده. هفرم الفينو مع البصل كده. شايفين ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. عايزه اقول لك بقى الربع كيلو من اللحمه هياخد رغيف فينو صغير زي ما انتوا شايفين. النص هياخد 2. يعني النهارده هنعمل ايه؟ نص كيلو من اللحمه المفرومه. زي ما انتوا شايفين لون العيش طالع عامل ازاي، ولا كأنه لحمة بالظبط. والنهارده بقى ما عنديش ليا ضاني، بس عندي كده دهنة ضاني مسيحاها. خدت منها كمان معلقة حطيتها، وحطيت النص كيلو من اللحمة. وفرمت كل الخليط مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا بخلطها كويس، عايزه افرمها كويس. هتشوفوا في الاخر العجينه اللي معايا طالعه عامله ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، انا نسيت احط ايه نص معلقه من البيكنج باودر. وايه بالشكل ده كده حطيتهم. عايزه بقى اقول لك لو حسيتي انها ناشفه معاكي حطي معلقه ميه واحده. بس انتوا شايفين طالعه عامله معايا ازاي. هروح بقى كده مجهزه شويه زيت. ادهن بس ايديا زيت بس مره واحده يعني كده. وجبت قلم جاف وصبعت الكفته بتاعتي زي ما انتوا شايفين. غسله القلم كويس ومصبعاه. في التوقيت ده بقى علي قال لي لا خدي بقى الخله دي واعملي بيها ماما. قلت له لا، ايوه القلم انا عايزاه كده عشان بيديني ايه سمك كده واسع من ايه من جوه للكفته، ويخليها ايه مفرغه كده وجوسي من جوه. مش زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. صبعت كل الكفته وحطيتها على رف اللي في النص في الفرن. وهنروح عاملين مع بعض بقى شويه رز الاصفر اللي انتوا شفتوهم في اول الفيديو. فعايزه اقول لك كمان النهارده اي ايدام طالع بقى في صينيه الكفته دي هاخده كمان احطه على ايه على الرز بتاعنا بالشكل ده كده. الصينيه حطيتها في الفرن. حطيت سنه زيت صغيره وحبهان وايه وعود قرفه ولورا زي ما انتوا شايفين ومستكه وليمونه مجففه. ورحت حطاه وحاطه معلقه كركم كبيره. وكده دابوا مع بعض كده او سخنوا مع بعض بالشكل ده كده. اروح نازله بقى بكميه الرز المناسبه. وانزل بقى بكميه الميه كمان المناسبه والملح. وكده بقى الرز بتاعنا يعتبر خلص. بعد ما تشرب معانا الرز ده خالص هروح نازله عليه باقدام الكفته اللي طلع من الصينيه. بس هو ما بانش معايا في التصوير لان انا ايه نسيت المقطع ده خالص. بصوا بقى بالشكل ده كده. تعالوا نغرف كده الرز بتاعنا طالع عامل ازاي. وطبعا طعمه تحفه واخد من طعم الكفته والسلطه الخضراء والكفته بالشكل ده. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وكده بقى اتغدى معاكم واقول لكم ما تنسونيش بقى بلايك ومتابعه. وشايفين الكفته بتاعت الحاتي برغيفين عيش. وكده اشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.